السلام عليكم. اليوم بإذن الله نقدم لكم واحد الطبق سهل ماهل وكيجي بنين. نبداو على بركة الله في المقادير جيت سهلة. عندي هنا جوج فولات ديال الكبش ولا ديال الحولي، مازال غادي نقطعهم طريفات صغار. عندي هنا شويه ديال الكمون وشويه ديال الملحه دائما كتبقى على حسب الرغبه، وشويه ديال زيت العود اللي هو زيت الزيتون. دابا انا غناخذ هاد الفولات وغادي نقطعهم طريفات صغار ونحطهم في المقله، ومن بعد غادي نرجع معكم. بعد ما قطعت هاد الفولات على هاد الشكل قطع صغيره، دابا غادي ناخذ زيت الزيتون ديالي وغادي نكب غير واحد شويه بالطريقه هذه، غير شويه. غادي نخلي هاد الزيت تسخن واحد شويه وعاد نحط فيها هاد الفولات ونزيد عليهم الكمون والملحه. من بعد ما سخنت الزيت غير شويه حطيت ديك الطريفات ديال الفولات، يعني كنحرك بحال هكا والبوطه ناقصه بهاد الطريقه هذه. غادي نبقى نحرك بحال كنشحرهم، هما دغيا تيطيبوا. وباش تكون عندي واحد لاصوص غنزيد غير واحد شويه د الماء ونخليهم يطيبوا باش نعرفوا الفولات طابوا. بهاد الطريقه هذه غادي نتكيو عليهم هكا بالمعلقه. هانتوما دغيا. دابا بغيت نقول لكم الا بغيتو تاكلوهم غير هكا الصحه والراحه، ما بغيتوش زيدوا عليهم فقسوا عليهم شي بيضات. انا ما تيعجبنيش البيض، ناكلهم بحال هكا وبالصحه والراحه. هانتوما كتشوفوا الطبق ديالنا ها هو واجد. كما قلت لكم قبيله، اللي بغى ياكلو بحال هكا الصحه والراحه، واللي بغى يزيد معاه البيض يزيد معاه البيض. هو اصلا كيدار مع البيض، انا حيت ما تعجبنيش البيض ناكل بحال هكا بالصحه والراحه. اللي عجبو الفيديو يدير جيم ويدير اشتراك، ومرحبا بكم والسلام عليكم. الطبق ديالنا ها هو وجد. كما قلت لكم قبيله، اللي عجبو الطبق بحال هكا ياكلو بالصحه والراحه، واللي بغى يزيد عليه البيض يزيد عليه البيض وبالصحه والراحه. اللي عجبو الفيديو يدير جيم ويدير اشتراك، ومرحبا بكم وشكرا والسلام عليكم.